صباح الخير. في ناس بتبقى فاكرة ان العطاء هيبقى مستمر، ان انا هفضل طول الوقت اديك 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 وانت مش بتديني اي حاجة. في دايما حاجة كانوا بيقولوا لنا: حب لاخيك ما تحب لنفسك، او عامل الناس زي ما بتحب ان هي تعاملك. بس انا يعني بصراحة القاعدة دي ما بتمشيش مع كل الناس، ولاني ما شفتهاش مع كل الناس. ساعات كنت بتعامل مع ناس كويس جدا وبلاقي رد الفعل اللي بيجيلي ان هما بيتعاملوا معايا بطريقة مش لطيفة وبطريقة انا مش مستحقهاش. فبالتالي غيرت الموضوع ده، غيرت الفكرة دي. أنا بتعامل مع الناس أو بتعامل مع نفسي زي ما ببقى عايزة الناس تتعامل معايا. يعني أنا بقيت بقدر نفسي جدا وبقيت رقم واحد جدا. واللي هيفتكر ان انا مغروره قشطه تمام، يفتكر ان انا مغروره، انا عشت كتير برضي اللي حواليا وما خدش اي حاجه. اللي هيفتكر ان انا شريره قشطه تمام، يفتكر ان انا شريره عادي. اللي هيفتكر ان انا بجحة وعيني واسعة قشطة تمام، افتكر اللي انت عايز تفتكره تمام. بس في الاخر في مجمل كل حاجة انا تمام، انا واصلة لمرحلة ان انا تمام. انا بعامل نفسي زي ما انا عايزة الناس تعاملني. مش هلاقي منك الحاجة دي، فانت في اقرب باسكت هرميك بصراحة، مش هتفضل معايا. وفي حاجة كمان برضو، آه مش معنى كده ان انا بقولك ما تعاملش الناس كويس، لا، عامل الناس كويس الى ان يثبتوا العكس. دايما كان عندي واحد قريبنا يعني من بعيد، ابن خالة مامتي، هو كان دايما بيقول لي: نهاد، الناس كلها بتتعامل مع الناس اللي هو ايه، انا بعاملك كويس، انا شاكك فيك الى ان تثبت لي العكس. يعني انا هفضل دايما اشك فيك واتعامل معاك بالشوكة والسكينة ومن بعيد لبعيد لحد ما تثبت لي فعلا ان انت تستحق الحياة، ان احنا نبقى اصحاب، او تستحق تبقى معايا في علاقة. بس انا ما كنتش بعمل كده. انا كنت بتعامل مع الناس بمنتهى الطيبة والجمال والحلاوة اللي في الحياة كلها، ويا انت لو عايز كليتي خد كليتي بجد، يعني عايز كليتي خدها بجد والله، الى ان تثبت لي ان انت شخص ابن 60 في 70. فبالتالي بقى بعديها ارجع ابدا اخد خطوة لورا. فاستنتجت بقى ايه من كل الحاجات دي؟ انت تكون صاحب كويس للناس الكويسة، وتكون أخ كويس للناس اللي موجودة في حياتك وعايزاك تبقى أخوهم، تكون صاحب نصيحة بما يرضي الله للناس اللي محتاجين منك نصيحة. زي ما انت عايزهم في حياتك. بس انت مش هتعيش لوحدك، الناس مش هتبقى عايزة بس منك، انت كمان هتبقى محتاج مشاعر ومحتاج صحاب ومحتاج علاقات ومحتاج حاجات كتيرة. بس مجمل كل الكلام اللي انا بقوله ده ان انت خليك صاحب كويس، بس في المحدود مع الناس الكويسة.